ايوه بقى، سيرفيس الفتة وعليه اللحمة البتلو كده من فوق، ورشة الصلصة اللي لونها احمر دم دي، حاجة يعني تجري الريق كده، حاجة تدخل القلب، حاجة في اخر من الاخر. شايفين الجمال والطعامة والحلاوة؟ شايفين الجمال؟ ايوه تعالى كده، هاتي الكاميرا كده. شايفين؟ تعالى كده. شايفين اللحمة اللي لونها ابيض دي؟ اللحمة اللي تاخد العقل دي. شايفين الجمال والطعامة والحلاوة؟ ايه الجمال والحلاوة دي بجد. تسلم ايدك يا بنتي يا هاجر. تعالوا بقى نشوف عملنا الطبق الفظيع ده ازاي. هنجيب عندنا مية بتغلي كده، وعندنا اللحمة بتاعتنا او الفراخ او اللي انتوا هتحطوه، وهنبتدي ان احنا لما المية تغلي نحط فيه اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب هتاخد غلوتين كده. هنبتدي ان احنا نشيل اللي هي الريمة دي، او مش عارفة بيسموها ايه، اللي هو الابيض اللي بيبقى على الوش من فوق ده. وهشيلها قبل ما احط التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي اللي انا هحطها هتبقى عبارة عن ورق رورو، وشوية ملح، وشوية فلفل اسمر، وبصلاية صغيرة كده محندقة. مش بحب احط بهارات ولا توابل كتير في الشوربة عشان ما تغمقش وطعمها يتغير. انا بحب الشوربة تبقى شوربة يعني واخدة من اللحمة او من الطيور. هجيب بقى بعد ما احط الحاجات دي معايا. شايفين اللحمه دي ما اخدتش مني على النار لانها لحمه بتلو. ما خدتش مني على النار تقريبا تلت ساعه، والله العظيم استوت قبل الفراخ البلدي دي زي ما بيقولوا. طبعا انت تقولي انت حاطه حتتين لحمه يا هاجر، ايه ده؟ هي اللحمه عندك بتبيض ولا ايه ولا بتولد؟ لا، اللحمه عندي ولا بتبيض ولا بتولد ولا بتفقس. ده انا قطعتها لان الحتتين اللي انا كنت حاطاهم كانوا كبار جدا، قطعتهم كل قطعه قطعتها 3 لان كانت اللحمه كبيره بس مش باينه. هنا معانا بقى هروح للصوص بتاعنا الصلصه. هنجيب بتاع حوالي 15 فص توم كده، هنبتدي ان احنا نهرسهم. ومعانا بصلايه صغيره هنبتدي ان احنا نقطعها مكعبات صغيره جدا، او نبشرها بالمبشره. ونبتدي ان احنا نحطهم على العين عندنا على النار، ونبتدي ان احنا نشوح كده ونقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا عايزاها بس تبقى لونها اصفر. في ناس بيعملوا اللي هو الصوص بتاع الصلصه بتاع الفته بالثوم بس، بيبقى طعمه مش حلو. انا بحب احط في البصله دي، بتخلي مذاقها مسكر جدا، حاجه كده يعني فظيعه. جربوها، احط لها بصلايه صغيره كده، بجد طعمها حلو جدا. وهو ده اللون اللي مطلوب، ان هي تبقى لونها مصفر، لونها ذهبي كده. مش عايزاها تبقى غامقه لان لو غمقت هتخلي عندي الصلصه مرره طعمها مش حلو. بس كده مش عايزاها ان هي تحمر عشان خاطر الثوم او البصل لما بتحمر شايفين وحشهم مره. بس نجيب بقى الطماطم بتاعتنا اللي احنا مصلصلينها وحاطينها في الفريزر. الطماطم البيضة تنفع في اليوم الاسود، واظن مفيش اسود من الايام الحلوه اللي احنا فيها دي. خلصنا صوص الطماطم، هنبتدي ان احنا بقى نروح عند الرز بتاعنا نعمله. معنا معلقه سمنه كده حلوه جميله كده، سمنه بلدي. شايفين السمنه البلدي وجمالها؟ ونبتدي ان احنا نحط عليها شويه زيت كمان، عشان خاطر لو حطينا السمنه بس هتتحرق. السمنه بس بتتحرق لما بتيجي تعملي بيها حاجه. الرز بتاعي بعد ما غسلته وشطفته شطفه حلوه، هبتدي ان انا احطه واشوحه كده، واقلب فيه واشوحه زي ما انتوا شايفين كده. اشوح فيه شويه عشان خاطر يبقى طعمه كده
حلو، مش معجن وكده، مفلفل وطعمه حلو. هبتدي ان انا بقى اسقيه بالشوربه اللي انا عامله منها. كتروا الشوربه بتاعه المرقه بتاعتكم، لان احنا بنحتاج شوربه في الرز، وشوربه في الصلصه في صوص الطماطم، وشوربه في العيش اللي هنحطه من تحت في الفته، عيش الفته. السقيه بتاعه الرز حطوا فوق الرز بتاعكم بسنتي ونص. خلصنا كده من الرز، هنبتدي ان احنا نروح نجيب العيش. جبت 3 رغيفه، العيش المتاح اللي عندك، انا جبته من الفريزر، كان عندي عيش في الفريزر من اللي هو البلدي ده. هحطه في الفرن عندي يتحمص شويه. ما العيش يتحمص بتاعنا في الفرن، هنروح نشوف الرز بتاعنا. انا جيت كده اشوف الرز بتاعي، لقيته ان هو يعني محتاج كده تكه. شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل ازاي ومش لازق معايا خالص، بس حاسه ان هو يعني في سنه تكه كده. ف هحط له بتاع حوالي 4 معالق شوربه كبار، وهقلبه كده واسيبه على النار. بعد ما حطيت له 4 معالق شوربه التانيين، هسيبه على النار 5 دقايق بس، لا اكتر ولا اقل. خلاص كده احنا خلصنا من الرز. هبتدي بقى ان انا اجيب العيش اللي انا حمصته عندي في الفرن ده، وهبتدي ان انا اقطعه قطع صغيره جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد ما اقطعه قطع صغيره، هجيب ان انا هبتدي ان انا احط عليه معلقه سمنه كبيره كده حلوه زي ما انتوا شايفين معايا. وهبتدي ان انا احطه على النار، وهحط معايا بولتين صلصه، صوص الصلصه اللي انا عاملاه، وبولتين شوربه. وهبتدي ان انا اشوحه كده على النار. وهبتدي بعد ما انا اشوحه كده على النار، هبتدي ان انا ارصه عندي في السرفيس بتاعي او الطبق او الانجر. وبعدين هحطه وارش عليه كده شويه صوص الصلصه اللي انا عاملاه، صوص الطماطم اللي انا عاملاه. وبعد كده هحط طبقه الرز بتاعتنا من فوق زي ما انتوا شايفينه كده. وهبتدي ان انا اسويها. شايفين كده سويتها ازاي؟ العين بتاكل قبل التم زي ما بيقولوا كده، فخلي الحاجه تبقى طالعه شكلها حلو. وابتدي ان انا اجيب اللحمه بتاعتي اللي ما اخدتش على النار تلت ساعه، وارصها من فوق، وارش عليه صوص الطماطم اللي انا عاملاه الفظيع. شايفين الجمال والحلاوه؟